السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بيهم، ولو ما استمتعتوش تستمتعوا بيهم السنين الجاية كلها ان شاء الله. خلينا هنتكلم النهاردة عن مباراة بغاية الأهمية. جمهور الشارع المصري تقريبا كله مستنيها، واللي هتجمع ما بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، اللي لما تيجي سيرتهم تلقائي انت لازم ترفع القبعة. مباراة الأهلي والزمالك هتقام في الساعة 7 من مساء يوم الاثنين القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة. النادي الأهلي والزمالك هيدخلوا المباراة. خلينا نتكلم في البداية عن موقف الفرقتين في ترتيب جدول بطولة الدوري. طبعا النادي الأهلي يتصدر المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة برصيد 21 نقطة نجح في جمعهم من 10 مباريات، لكن نادي الزمالك متواجد في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة جمعهم من 12 مباراة، لكن المتصدر طبعا نادي بيراميدز برصيد 29 نقطة. طبعا كولر وجوميز المدير الفني للأهلي او المدير الفني للزمالك هيعملوا المستحيل علشان يتصدروا البطولة في أقرب وقت، والمباراة دي هتبقى نقطة فاصل كبيرة قوي بالنسبة للفرقتين، والفرقة اللي هتكسب هتبقى حافز أقوى ليها إن شاء الله. خلينا في البداية هنتكلم عن تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري. هنيجي نقول الاهلي والزمالك تقابلوا قبل كده في 126 مباراه 126 مباراه، لكن لما حد يجي يسالني طب مين كسب اكتر، الاهلي او الزمالك؟ لا، ولا الاهلي ولا الزمالك. التعادل كان حاضر في 50 مباراه وهو كان ملك المواجهات بين الاهلي والزمالك، لكن النادي الاهلي حقق الفوز في 49 مباراه ونادي الزمالك حقق الفوز في 27 مباراه. لكن لو جينا اتكلمنا عن اخر مباراه جمعت بين الفرقتين في بطوله الدوري كانت من 277 يوم، كانت في شهر يوليو الماضي، والنادي الاهلي حقق الفوز فيها بنتيجة 4-1. لكن لو اتكلمنا عن اخر 10 مباريات جمعت ما بين الاهلي والزمالك، نادي الاهلي والزمالك في اخر 10 مباريات النادي الاهلي كسب 6 ونادي الزمالك كسب مباراة وحيدة، والتعادل حاضر في 3 مباريات. لكن لو اتكلمنا عن اخر مباراة فعلية جمعت بين الاهلي والزمالك كانت في بطولة الكاس، واللي النادي الاهلي حقق الفوز بيها بهدفين دون رد. لكن لو اتكلمنا عن الهداف التاريخي لمباريات الاهلي والزمالك طبعا لازم نذكر اسم كابتن عبد الكريم صقر، اللي سجل 21 هدف، منهم 11 هدف وهو متواجد في صفوف الفارس الابيض، لكن 10 اهداف وهو متواجد في صفوف المارد الاحمر. في المركز الثاني يجي كابتن مصطفى طه اللي سجل 15 هدف، منهم 3 هو في النادي الاهلي و12 هو في النادي الزمالك. لكن متواجد في المركز الثالث مختار التتش ومحمد ابو تريكه، كل واحد فيهم سجل 13 هدف. لكن خلينا نتكلم عن التشكيل اللي النادي الاهلي والزمالك بنسبه كبيره هيخوض بيه المباراه. النادي الاهلي هيخوض المباراه بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسه المرمى، وظهير ايمن محمد هاني، وظهير ايسر علي معلول، وقلبي الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. لكن بنسبه كبيره هيخوض كولر المباراه بخط وسط مكون من عمرو سوليه ومروان عطيه وكوكا ومحمود كهربا ورضا سليم. لكن لو جينا للهجوم اللي دايما بنتفاجئ فيه في النادي الاهلي، كولر بنسبه كبيره هيبدا بوسام ابو علي، وهيخلي لنا دايما موديست نحل بيه المباراه في اخر ربع ساعه او اخر 10 دقائق او اخر تلت ساعه زي ما يجيله كيفه بقى، ده لو ما بداش موديست المباراه. لكن لو جينا في تشكيل الزمالك المتوقع، نادي الزمالك هيدخل المباراه بتشكيل يضم محمد عواد في حراسه المرمى، ويتواجد في ظهير ايمن عمر جابر، ظهير ايسر احمد فتوح، قلبي دفاع حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد. لكن لو جينا في خط الوسط، نادي الزمالك بنسبه كبيره هيخوض المباراه بتشكيل مكون هيخوض المباراه في خط الوسط بمجموعه مكونه من عبد الله السعيد ودونجا وناصر ماهر واحمد حمدي وزيزو، وطبعا قلت السعيد. لكن جوميز بنسبة كبيرة هيبدأ في خط الهجوم للزمالك باللاعب إيكينولا، اللي هو مكسب كبير لنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة. لكن حد هيسأل تتوقعي مين هيكسب؟ مباريات القمة يا جماعة ملهاش توقع، الأهلي هيكسب، الزمالك هيكسب، هيحضر التعادل، لكن مباريات القمة دايما ملهاش أي توقعات. الزمالك يبقى حلو الأهلي يكسب، الأهلي يبقى حلو الزمالك يكسب، الأهلي حلو الأهلي يكسب، الزمالك حلو الزمالك يكسب. الاتنين وحشين بيتعادلوا او فرقه منهم التوفيق بيحالفهم وبتكسب. لكن بلاش فكره التوقعات دي، المباراه طبعا غير متوقعه، وان شاء الله اشوفكم بعد المباراه. شكرا.